السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مواهب ثروت مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد ازاي تقدر تحصل على مضيف لكوموني يوصلك لحد باب بيتك. لو انت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو حسيت فعلا الفيديو فادك. زي ما قلت لكم في أول الفيديو عن ازاي تقدر تحصل او تجيب زيت لكوموني المضيف بتاع الباور والفتيس. طبعا انا من ساعه ما نزلت الفيديو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كميه تعليقات وكميه اتصالات، احنا عايزين نجيب زيت لكوموني. وطبعا يا جماعه الزيت ده اولا هتلاقوه عند وكلاء لكوموني، وكلاء لكوموني والناس اللي بتبيع الزيت الليكوموني المجموعه كامله اللي هو زيت الفتيس وزيت الموتور والكلام ده قليلين، يعني مش هتلاقيه في اي مكان. طب انا دلوقتي ازاي اقدر اجيب الزيت الليكوموني ده لحد باب بيتي؟ يا جماعه هتخش على ابلكيشن امازون وهتطلبه وهو عامل 470 جنيه على الابلكيشن. في السوق انا جايبه ب 500 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 520 وفي ناس بتبيعه ب 550. يعني هو سعره بيبتدي على امازون ب 470 جنيه، وانا جايبه ب 500 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 525 وفي ناس بتبيعه ب 450. في حد في صقر وكريش وفي حد في مدينه نصر، بس اللي في مدينه نصر ما عندوش اللي هو المضيف، عنده مجموعه كامله بس ما عندوش المضيف اللي هو بتاع الباور وبتاع الفتيس. وفي حد في شارع زكي برضك بيبيعوا في التوفيقيه، شارع زكي في التوفيقيه وفي وسط البلد. بس طبعا عشان انت ما تقعدش تدور كتير وتعمل، لو انت مش منزل ابلكيشن امازون نزل ابلكيشن امازون وابحث على، تعالى بقى آه، ابحث على زيت، ده اسم اسم الشركه لوكوموني، وده اسم الزيت نفسه. وزي ما قلنا ده بيشتغل لحاجتين، بيشتغل ليه الدركسيون، وده بيحسن زي ما قلت لكم التوجيه وبيخفض مستوى الضوضاء اللي هو ايه صوت الزنه والنقل، وبيشتغل للفتيس الاوتوماتيك، وده وبيحسن عمليه النقل المحرك ويمنع فقد الزيت وطبعا هو 250 ملي، ونوعيته الماني، هو زيت الماني. طبعا الزيت الليكوموني، الناس اللي بتغير زيت ليكوموني للموتور او للفتيس عارفه يعني ايه هو الزيت الليكوموني، زيت من افضل انواع الزيوت. وطبعا معلومه برضك عرفتها من حد، شركه لوكوموني دي اصلا كانت شغاله لزيوت الطيارات، يعني ما كانتش بتشتغل في العربيات ولا الكلام ده او السيارات، هو كان اصلا مخصص للطيارات. بعد كده طبعا طوروا فيه ونزلوا للسيارات والعربيات. وطبعا هو زيت غالي جدا، حتى الزيت بتاعه اللي هو ال 10000 الموتور بيوصل ل 2.5 3000 جنيه ال 4 لتر. طبعا الفتيس بردك نفس القصه. فده عشان تجيبه هتكتب على، تعالى هنا، هتكتب زيت لوكوموني اللي هو الاسم ده، وتكتب اسم الايه، الزيت نفسه، اسم الزيت، وهو العبوه هتلاقيها نفس الشكل كده على امازون، قلنا هتلاقيها ب 470 جنيه، وهتطلبها وتوصلك لحد باب بيتك. علشان برضك يا جماعه، لان انا ما عنديش، عشان في ناس كتير بتتصل بيا بتفكر ان انا ببيعه، لا انا مش ببيعه. وده زي ما قلت لكم هتلاقوه عند وكلاء لكوموني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون كل اللي انتوا طلبتوه بكام ومنين وصل في الفيديو ده. شكرا لكم في قناه مواهب ثروت مع وليد حسين. انا حبيت ارجع لكم تاني لان طبعا في الفيديو ناس كتير برضك ما خدتش بالها من طريقه الاستخدام او ازاي انا اقدر اضيفه. حبيت ان انا اقول لكم برضك في الفيديو ده ازاي تقدر تضيفه بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه يا جماعه، القربه بتاعت الزيت الباور هتعمل ايه؟ هتجيب سرنجه، عشان طبعا انت مش هتقدر تشيل الخرطوم وتفكه او الكلام ده. لو انت تقدر تشيل خرطوم الفايز او الراجع تقدر تشيله، وهتنقص كميه الزيت اللي فين، اللي في القربه الزيت الباور، قربه الزيت الباور. مش هتقدر تفك الخرطوم، هتجيب سرنجه وتفضي الايه، تفضي الزيت لغايه لما تلاقي اللي القربه فضيت تلات ارباعها. وبعد كده تبتدي اللي انت ايه تضيف هتفضي طبعا القربه والعربيه مبطله وهي العربيه مبطله. وبعد ما تضيف هتضيف بردك والعربيه مبطله، وبعد كده تدور وهتسيبها شويه، هتلاقي الزيت اول ما الزيت يختلط بالزيت التاني
بزيت الباور العادي الصوت معاك هيختفي. طب انا دلوقتي في حاجه، هل لو الزيت عندي الزيت الباور الاساسي في مشكله، هل هضيف عليه ده؟ لا. لو انت عندك حاسس ان الزيت الباور القديم بتاع الدركسيون في مشكله، الافضل ان انت تغيره. يبقى انت كده بتعمل دوره كامله وبتشيل الشوائب بتاعت الترومبه وتشيل الشوائب اللي في العلبه. تبتدي بقى ايه، انت تحط زيت باور جديد، وبعد كده تحط المضيف ده. طبعا بتحط الزيت بعد طبعا لما بتحط زيت الباور قلنا بتحط الزيت ده تاني. طبعا في ناس طبعا بتبقى مغيره زيت باور ومغيره مكنه باور ومغيره خراطيم وبرضك عندها لسه الزنه، فانت كده مش محتاج ان انت تغير الزيت، لانك انت كده كده الزيت عندك جديد. فانت هتعمل ايه؟ زي ما قلنا هنجيب سرنجه كبيره وهنفضي نفضي هنحط السرنجه جوه القربه ونفضي الزيت لغايه لما يبقى فيها ربع القربه، وبعد كده بنضيف نص الايه، نص العبوه كلها في القربه لغايه لما بيبقى على الحد الاقصى للايه، الميكس بتاع القربه. وبعد كده زي ما قلت بنسيب العلبه، بنسيب الغطا مفتوح شويه والعربيه دايره شويه، بتلاقي الزيت الصوت بيختفي نهائيا. ودي طبعا قلنا يا جماعه اكتر من حد جربها. ولو انت خايف اللي انت تصرف على حق علبه زيت 500 جنيه مثلا والعيب ما يروحش، وحابب ان انت عندك وانت عارف ان انت عندك مشكله في الترومبه اساسيه، غير الترومبه افضل ما انت حاسس ان انت هتصرف فلوسك فين؟ في الهوا. ده فيديو بسيط ازاي اقدر احصل على زيت البيكوموني ويوصل لحد باب بيتي، وازاي اقدر احط الزيت او اضيف الزيت بالطريقه الصحيحه. لو انت اول مره تتفرج معانا على القناه، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ده، حسيت فعلا الفيديو ده